بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وتعالوا شوفوا ايش سويت بالطاوة. طبعا بعد ما خلصنا الريوق ما أعرف شلون، على أساس أنه أطفي الطباخ من الصيتة وعايفتها على النار هادية لحد ما محترقة الطاوة، وسادة طبعا باب المطبخ الحار، فما حسينا إلا يعني اشتمينا الريحة ودخان. المهم ف صراحة بالبداية كنت أريد أذبها، بعدين قررت أنه لا والله ما أذبها، لأنه كلش أحبها تنظف بسهولة، فجلفتها بالجلاف الخشنة بعدين بالسيم الناعم، والريحة تعرفون أكيد بقت بالمكان، فخليت مي حار بالجدر وليمون وبرتقال ونكهة برتقال عندي. بس الصراحة الموضوع مفاد، فقررت أنه أشيل الفرشات وأهوي البيت يعني تهوية زينة، وأكيد تحول إلى تنظيف عميق. سحبت القنفات، نظفت اللي وراهم ويا الثلاجة، وتحول مثل ما قلت إلى تنظيف عميق. فبلشت بالتنظيفات، وهنا هاي ورا المجمدة. رغم أني يعني ما أطول، يمكن مرتين بالشهر أسوي مثل هيك حملات، أشيل الفرشات وأغسل وأنظف تنظيف كامل، بس اللي يصير طبعا أوساخ. فشغلت الغسالة وعندي ملابس شوية، وهاي آخر شي هم غسلت الترانشوزات طلعوا المعون. فالوقت متأخر، تقريبا العصر صار، والغدا كان شي خفيف، يعني سويت لهم تمن ومرقة شجر. بناتي يحبون التمن، إذا ما يأكلون يقولون ماما جوعانين. الحمد لله والشكر، فزين يعني قنوعين. ما خليت الزيت لأنه ما أحب يعني يطرطش بالمكان ويوسخ لي الحياطين. أخلي الخضار وبعدين أخلي الزيت فوقهم وملح، وأخليهم على نار هادية لحد ما يذبون المي مالتهم وينحمسون حمسة زينة. يلا يعني هاي طريقتي بالطبخ. فهنا بعد ما نحمس الشجر على الزيت، خليت عليه حمص، بعد ما غسلته غسل زين من المواد الحافظة. أقلبه شوية ويا الشجر على الزيت، أبقيه همه، بعدين أخلي له سن ثوم، وعصرت الطماطة. هنا ضفت المي مالتها ويا المعجون، وهنا دا أسوي التمن. طبعا أزاغل عليهم، ما يحبون الدهن، هو دهن جنة كلش طيب، بس ما أعرف ليش ما يحبوا. فأخلي هيك شي بسيط ويا الزيت ينطي نكهة طيبة للتمن. أقلب الشعرية، أحمسها حمس زين، بعدين أضيف عليها التمن. أهم خطوة التمن حتى يطلع مفلفل وما يعجن أبد، إنه ينحمس على الزيت، يعني بحيث تتغلف التمناية بالزيت. أبقى أقلبها لحد ما ينشف مية تقريبا ويا الملح. يلا أضيف المي التمن، يصير كلش طيب وما يعجن أبد. وهنا قررت أكافئ نفسي وأكافئهم أيضا بشي حلو. فعندي عجينة كنافة طلعتها من المجمدة. هنا دا أذوب الدهن، ما عندي زبد، دائما أسويها بالزبد، بس هالمرة ما عندي. هاي عجينة الكنافة. أخلي عليه الدهن اللي ذوبته، يعني شوي موعته على النار، وأخلي الشكر البودرة يعني ينطيه فد هيك تتشقر حلو لما نخلي لها الشكر البودرة. طبعا عجنها يعني أخلطها كلش زين، إلا هيك أفتتها تقريبا بإيدي، وبعدين أخلي طبقة أولى من العجينة بعد ما أدهن القالب، وأخلي القشطة اللي نسويها بالبيت، الزيت أو الدهن ويا النشا وحليب وعلبة قشطة كاملة ويا الشكر.
يسخن يصير مثل المحلبي، وبعدين هم أضيف وياها جبن الموتزاريلا. وهنا خلصت وطلعتها من الفرن، وأكيد أخلي لها الشيرة. وأتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم بيومياتي البسيطة، وادعموا قناتي بلايك ومتابعة. وأتمنى